انني ما زلت اكرر الدعوة الى الذين يكتبون التقريرات، فقد كنت في استدعاء يوم الاربعاء الماضي اقول له كفى كتابة فان الخطبة تسجل بالحرف، ثم اعقب على هذا بقولي انا لا اخشى التهديد من احد، وان هذه العمامة المتواضعة لن تسجد ولن تركع الا لواحد، هو الله، هو الله وحده. ايها الاخوة الاعزاء، ان هذه العمامة لن تركع ولن تسجد الا لواحد. لا يليق بعمامتي ان تسجد لغيرك يا رب. لماذا؟ لان هذه العمامة التي اضعها فوق رأسي لفها محمد نبيك بيده. اسمعوا هذا، ان هذه العمامة لفها محمد. كانت امنيتي قبل ان اموت ان ارى رسول الله في المنام. رايت ابا بكر وهو واقف امام قبر المصطفى، ولما رايته كنت في شدة يكاد الرضيع لها ان يشيب، فقال لي ابو بكر واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وسألت الله ان يريني حبيبه، فانا حبيبه وانا خادمه وانا الامين على فتواه وعلى شرعه. وعلمت هذه الليلة وكانت ليلة مولد النبي. رأيت الحبيب في اشرف حالاته، رأيته في احسن حالاته. انني اعرض هذا المنام لا ليقال شيء، انما لأقول ان هذه العمامة لا يمكن ان تركع وتسجد لغير الله. رأيت الحبيب في احسن صورة، رأيته يصلي اماما، ورأيت وراءه صف كبير من البشر لا استطيع ان اصف النور الذي في وجوههم. وقلت في نفسي من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يصلون خلف الحبيب محمد؟ واذا بالنداء اسمعه وجيء بالنبيين والشهداء. وصليت وراه، صليت وراه، وبعدما فرغ من الصلاة التفت الي ولف بيده الشريفة عمامتي. هذه العمامة لا تسجد الا لك، لا تركع الا لك، امينة على شرعك. انا لا اخاف الموت بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات. لا اخشى التهديد، فلقد هددت سنة 66,900 عندما ارسل الي المشير بعض رجال مخابراته في مسكني، وجلسوا معي بعد العشاء وقالوا لي اننا من طرف فلان، وهو يقول لك بالغم اخطب الجمعة عن اباحة دم سيد قطب، وان دمه مباح ودمه حلال.
حلال حلال يا مفترون بالامر. قلت انا لا اعرف امرا الا من واحد، هو الذي يقول قل ان الامر كله لله. فاستعمل معي اسلوب التهديد، انك ستدفع الثمن. قلت وما الثمن؟ قال انت تعلمه. قلت مرحبا بالثمن اذا كان نجاة من عذاب النار يوم القيامة. وخطفت الجمعة يومها وصدرتها بقول الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اقول هذا الكلام في وقت كان اصحاب العمائم الكبرى يخطبون في المحافظات ويفسرون للشعب المسكين قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. قلت سبحان الله، سيد قطب يحارب الله ورسوله، الرجل الذي فسر القرآن من ألفه إلى يائه يحارب الله ورسوله. ومات أصحاب العمائم ومات أسيادهم معهم والجميع الآن بين يدي الله، بين يدي الله. لا تركنن الى القصور الفاخرة واذكر عظامك حين تمسي ناخرة. واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخرة. كم تساوي الدنيا؟ كم تساوي في سبيل رضا الله؟ ودفعت السماء ودخلت السجن حولين كاملين من اجل الامتناع عن فتوى نعم، لانها فتوى ستجعل جسدي جسرا الى جهنم. الفتوى امانة، الفتوى امانة، ونحن جميعا تحت اطباق التراب فنصير، والبقاء للحاكم العادل وحده. واسألوا وكيل المخابرات الاسبق عن المرض الذي يشكوه. اللهم لا شماتة وانما هي عبرة لمن يخشى، فاعتبروا يا اولي الابصار. فالليل مع ما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مع ما طال فلا بد من دخول القبر. يا رب يا رب يا رب، انا لا املك الا انت. اسألك وانا واقف الان بين يديك ان من ارادني بسوء ليطفئ النور في هذه المنطقة اجعلك في لحره، اجعلك في لحره. اجعل تدميره في تفكيره واجعل كيده في نحره. اللهم انك تعلم عني مغلوب فانتصر. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. الى احد المسؤولين في وزارة الاوقاف وجب لعل فيها تشجيعا على اعلاء كلمة التوحيد. لعل ذلك المسؤول قد عقد اجتماعا نتواصى فيه فيما بيننا على الحق وعلى الصبر. وذهبت الى الاجتماع او ذهبت الى الاستدعاء الى ذلك المسؤول في وزارة الاوقاف، ولكني لم اجد ما كنت اتوقع. ذهبت والعرق يتصبب مني، فقد ذهبت في حر الظهيرة
الجاهلية وهوائها المنحش، ولكني عندما سئلت كانت الأسئلة غريبة. ما لك ومال النصارى؟ ما لك ومال فلان وعدان؟ ما هذا الذي تقول؟ ثم بعد ذلك ازداد غضبا وعلى صوته واخذ يضرب مكتبه بيده. واشهد الله انني لقيت جميع مراكز القوى الذين هم الان في السجود، لقيتهم وجلست امامهم واحدا واحدا باستدعاء واستجواب، ولكني لم اعامل بهذه المعاملة من مسؤول في وزارة الاسلام في وزارة. وخرجت اسفا بعدما سمعت الوعيد والتهديد، بعدما سمعت التشريد والاعتقال، بعدما وصل به الحال الى ان قال لي ان هناك حبل المشنقة، وقلت مرحبا بالمشنقة في طاعة الله رب العالمين. يا معاشر السادة، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وبعد ذلك ماذا اقول لكم؟ اقول لكم كلمة صريحة: الاسلام يحارب من اهله في سبيل الحرص على مناصب الدنيا. وماذا في الدنيا؟ اذا كانت وزارة الاوقاف حريصة على الاسلام فلتعتني بالمساجد، فلتعتني بالذين يصلون تحت حرارة الشمس. يا معاشر الاخوة، اسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا الى وطنه سالما رددته. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين،